أهلا بكم في ملخص دوري النيل مع مضمون الحكاية. المرة دي هنشوف فيها إيه اللي حصل من الجولة الخامسة من الدوري. بدأت الجولة من استاد برج العرب مع مباراة بيراميدز والمصري تحت قيادة الحكم محمود بسيوني، واللي حقق فيها فريق بيراميدز الفوز على أبناء بورسعيد بنتيجة 3-2. سجل أهداف فريق بيراميدز فيستون مايلي هدفين ومصطفى فتحي هدف، بينما سجل أهداف فريق المصري محمد الشامي وجيلاس إناوي. ونروح لاستاد المقاولون العرب ومباراة إنبي والزمالك مع صفارة تحكيمية للكابتن محمد عادل، وانتهت بفوز الفريق البترولي على الفارس الأبيض بنتيجة 2-1. سجل أهداف فريق إنبي زياد كمال وأحمد أمين أوفا، وهدف الزمالك الوحيد سجله أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء. نرجع تاني لاستاد برج العرب ومباراة فاركو والجونة تحت قيادة الحكم عاطف حسين، وخطف فيها فريق الجونة ال3 نقاط وفاز بنتيجة 1-0. وجاء هدف فريق الجونة عن طريق اللاعب أحمد بالحاج. نروح بقى لاستاد القاهرة الدولي واللي أقيمت عليه مباراة زد وسموحة مع صفارة الحكم محمد العتابي، واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وسجل هدف فريق زد مصطفى زيكو، وهدف فريق سموحة سجله عمرو قلاوة. نرجع لعروس البحر المتوسط وتحديدا استاد اسكندرية عشان نشوف واحدة من أمتع مباريات الجولة بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب مع الحكم محمد سلامة، واللي انتهت بفوز سيد البلد بنتيجة 3-2. وسجل أهداف فريق الاتحاد السكندري مابولولو وبنجامين بوتنج وإسلام أبو سليمة، وجاءت أهداف فريق المقاولين العرب عن طريق أحمد علاء ومحمود شبانة. ومن ملعب جهاز الرياضة كانت مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مع حكم الساحة حسني سلطان، وفاز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف سجله جوديون شيكا. ونروح بقى لاستاد السلام مع مباراة الداخلية والإسماعيلي تحت قيادة الحكم طارق مجدي. واللقاء ده بقى مش هنتكلم عليه كتير عشان انتهى بالتعادل السلبي، وكان آخر لقاء في الجولة من استاد القاهرة الدولي بين البنك الأهلي ومودرن فيوتشر مع حكم الساحة صبحي العمراوي. وقدر فريق مودرن فيوتشر يخطف الفوز في آخر دقائق المباراة، وانتهى اللقاء بنتيجة 2-1. سجل أهداف فريق مودرن فيوتشر أيمن الصفاقسي وعلي الفيل، وهدف فريق البنك الأهلي سجله الوحيد سعيدو سمبوري. ولازم نكون عارفين إن في مباراة مؤجلة بين الأهلي وبلدية المحلة الصاعد حديثا للدوري، وده بسبب مشاركة القلعة الحمراء في الدوري الأفريقي. وفي الآخر ما تنساش تعمل لايك ومتابعة عشان تشوف الملخصات اللي فاتت والملخصات اللي جاية. ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة.